من بداية الموسم وأنا مستني إن الدوري يبدأ يتجنن زي ما بيحصل كل سنة، لأن بصراحة الدوري كان بادي هادي كده ومتوقع جدا، ولكن ما تهيأليش في حد كان متخيل اللي حصل في ماتشات تشيلسي الأسبوع اللي فات ده. بجد كانت حاجة غريبة جدا، ولكنها مش أغرب حاجة في الدوري. أغرب حاجة في الدوري إن أحسن فريق في الشهر ونص اللي فاتوا دول وأكتر فرق مجمع نقط في آخر 5 ماتشات في الدوري هو مانشستر يونايتد. بجد حاجة عجيبة جدا. لو سألت أي حاجة بيتفرج على كورة ماشي في الشارع كده إيه رأيه في مانشستر يونايتد هيقول لك زفت، ولكن في آخر 5 ماتشات مانشستر يونايتد كسب 4 وخسر 1، ودي نتائج أحسن من أي فريق تاني في الدوري في ال5 ماتشات اللي فاتوا دول. بجد حاجة عجيبة جدا. فتيجي تقول لي أمال ليه بقى في هيصة وزباليطة كده على تنهاج وعايزينه يمشي والنتائج وكل الكلام ده؟ اقول لك ان النتائج دي جت بالعافيه قدام فرق صغيره جدا باداء سيء جدا، ولو كانت مشيت معاهم شويه في الدوري، ولكن في دوري الابطال واضح جدا ان النتائج السيئه دي موديهم لفين. فغالبا قريب نتائجهم في الدوري هتنزل لمستواهم. تشيلسي بقى هو كمان بيثبت انه فريق عجيب جدا. فبعد ما كسب توتنهام وهو اول الدوري 4-1 من 6 ايام بس، بيتعادل 4-4 مع مانشستر سيتي وهم اول الدوري. ولكن انا عندي تحفظ شويه على نتيجته وفوزه على توتنهام ده، لان اي فريق في العالم على القيمه كان كسب توتنهام بالخطه الانتحاريه بتاع انج دي 8-9 مستريح. تشيلسي في الماتش ده قعد نص ساعه بيلعب ضد اعلى خط دفاع يمكن في تاريخ الكوره، مش عارف يضرب التسلل. صراحه كانت حاجه مسخره، وقالت لي ان الفريق ده شكله كده عمره ما هيتحسن. لكن بعدها باسبوع بس بيعمل احسن ماتش له يمكن في اخر 2-3 وبيتعادل 4-4 مع سيتي. وما جاتش صدفه، تشيلسي في الماتش ده عمل اهداف متوقعه اكتر من اللي سيتي عملها. ولو تفتكروا ان دي حاجه عاديه، فمن يوم ما بيب جوارديولا مسك تدريب مانشستر سيتي دربهم 287 ماتش. ماتشهم مع تشيلسي ده كانت المره ال 12 بس اللي المنافس يحقق اهداف متوقعه اكتر من فرقه بيب جوارديولا. اللي تشيلسي عمله ده بجد انجاز، ولكنه مش حاجه عجيبه، لان لو جينا بصينا من بدايه الموسم هنلاقي ان تشيلسي حقق اهداف متوقعه اكتر من منافس 11 مره من ال 12 ماتش اللي لعبهم في الدوري، وده اكتر عدد ما بين كل فرق الدوري. فده كان معناه ان تشيلسي يوم ما يعرف يخلص على الجون نتائجه هتتحسن جدا ويبان تشيلسي الحقيقي. وفعلا زي ما شفنا تشيلسي في اول 10 ماتشات لعبها سجل 13 جون بس، في اخر ماتشين سجلوا 8 وكان المفروض يكونوا اكتر. طيب فزي مانشستر كده مشاكله خلاص اتحلت وكله تمام؟ اقول لك لا، لان تشيلسي لسه عنده مشاكل مش عارفين يحلوها. تشيلسي الموسم ده كسب ماتش واحد بس على ارضه، وفي سنه 2023 تشيلسي دخل فيه الجون الاول في 20 ماتش من الماتشات اللي لعبها، وده اكتر عدد ما بين كل فرق الدوري بالتساوي مع بورنموث وكريستال بالاس. بالرغم بقى ان فرقته دخل فيها 4 تجوان، ولكن تياجو سيلفا بيثبت ان السن مجرد رقم. بالجون اللي جابه ده بقى بس رابع لاعب في تاريخ الدوري يسجل بعد سن 39 سنة، وعملها قبل منه تيدي شيرينغهام، رايان جيجز، ودين ويندس. اتكلمت انا قبل كده الموسم اللي فات على توتنهام وفكره كلمه سبيرزي، وان توتنهام تاريخهم كله مبني على قدرتهم ان هم ينتشلوا الهزيمه من بق الفوز. وفعلا توتنهام بعد مسخره خسارته قدام تشيلسي الاسبوع اللي فات بيخسر من وولفز 2-1 بعد ما كان كسبان للدقيقه 91. 8 ماتشات بس في تاريخ الدوري حصل فيها ان الفريق الكسبان في الدقيقه 90 يخسر الماتش. فرقه توتنهام كانت طرف في 4 ماتشات من دول. المهم في الماتش ده بقى حصل حاجه تورينا اهميه التركيز في الليفل ده من الكوره، لان في الدقيقه 96 والنتيجه 1-1 لمينا لاعب وولفز بيتشنكل ويتحسب له ضربه حره في نص ملعب وولفز. الضربه الحره دي بتتلعب بسرعه وبعدها ب4 ثواني بس لمينا بيكون جوه منطقه جزاء توتنهام عشان يسجل هدف الفوز. وده كان الفرق في الماتش بين فريق مركز وفريق فقد تركيزه. ارتيتا بقى اخيرا كسب بيرنلي. ارتيتا من يوم ما مسك تدريب ارسنال لعب 24 فرقه في الدوري، كسبهم كلهم على الاقل مره ما عدا بيرنلي قبل الماتش ده. الحاجه الوحيده بس اللي عايز اقولها عن الماتش، بالنتيجه لسه 0-0، ارسنال كان هيجيب الجون الاول ولكن الحكم حسب ضربه حره على بوكايو ساكا لما زق مدافع بيرنلي بايدين الاثنين في ظهره. معلش، انا كنت فاكر بعد اللي حصل في جون نيوكاسل ان خلاص ده بقى العادي والكور دي ما بتتحسبش فاولات. يعني هنعديها المرة دي. تهيألي دي أول مرة في تاريخ الكورة إن كل الفرق والمشجعين يبقوا ما هيصدقوا الأجندة الدولية تبدأ، من كتر الإصابات اللي موجودة تقريبا في كل الفرق. فتديهم أسبوعين كده يمكن شوية من اللعيبة دي ترجع تاني. لما نرجع بقى عندنا ماتش كبير جدا بين ليفربول ومانشستر سيتي،
نتيجته هتحدد مين أول الدوري في الفترة اللي جاية. ممكن سيتي يفضل الأول أو ليفربول يبقى هو أول الدوري، ويمكن تعادلهم يخلي أرسنال هو الأول. بصراحة مش هتفاجئ خالص لو بعديها بأسبوعين 3 لقينا فجأة مانشستر يونايتد هو أول الدوري. أشوفكم الحلقة الجاية.